سمحت لك لا لا خليني. إذا انتظر بعدها أخي منير مباشرة. السلام عليكم سيد أسعد الشرعي. مرحبا فيك. وعلى الإخوان المتواجدين والسي تحفة والبوم الليبي وحتى الجزائريين. شكرا أولا على التغطية ديال المهرجان ديال قبيلتي. أنت من القبيلة؟ نعم ونعم. شكرا. الله يحفظك. ونعم فيكم. وحنا في غربة ونقلتي لينا والله إلا شفنا من عندك، نقلتي لينا بعد الفعاليات. شكرا لك على هذا المجهود اللي درتيه، ومرحب بك بين قبيلة الشرفاء الأدارسة ولاد بن سبع. ثانيا سي أسعد الشرعي، على أن المغرب لازال محمية فرنسية. بغيت غير نجاوبوا على هذه المحمية الفرنسية. احنا خدينا الاستقلال، خدينا الحمد لله وانفصلنا عن فرنسا، ولكن لم نأخذ استقلالنا أو لا الحكم الذاتي من فرنسا باستفتاء مكتوب فيه دولة متعاونة مع فرنسا. احنا ما خديناش الاستقلال ديالنا باتفاقية إيفيون اللي الرئيس ديالك السنة الماضية يقول لن أتنازل على إيفيون، يقولها البن. يعني الاتفاقية إيفيون بقى كتحكمك لحد الآن. اتفاقية إيفيون ماذا جاء فيها أن كل الثروات ما اكتشفته فرنسا وماذا ستكتشفه فرنسا فهو ملك لها. وقالها دوغول باللسان الصريح أن احنا اللي مسؤولين على إطعام ذلك الشعب ومسؤولين على تلك الأرض. يعني انتم باقين تحت مسؤولية فرنسا. احنا الحمد لله دولة لها سيادة واعترفت بها فرنسا مرارا وتكرارا، تقول على أن المغرب له سيادة. أما زيارة ماكرون فبعد أن المغرب انتزع منها الموقف ديالها اللي كانت أنها تقف عرقلة وتستخدم اليد الوسخة ديالها في شمال إفريقيا اللي هي الجزائر، كانت كتستخدمها. الحمد لله دابا احنا بقوة المغرب وبقوة محمد السادس أطال الله في عمره، أن الحمد لله يوم اعتلى على العرش عرف أن قوة المغرب في جذوره في إفريقيته، واتجه لإفريقيا وقوى النفس قوى المغرب بإفريقيا. الحمد لله احنا عرفنا من أين تؤكل الكتف. المغرب هي التي فتحت إفريقيا للعالم وطردت فرنسا من إفريقيا، وحاليا فرنسا تتودد للمغرب لرجوعها لإفريقيا، لأنها كتعرف ما تقدرش ترجع لإفريقيا إلا عن طريق المغرب. هذه ثانيا. أما العيب عليكم يا جزائريين أننا كنشوفكم كتحشروا نفسكم في قضايا المغرب، وخصوصا في القضية الصحراء المغربية اللي هي قضية بعيدة عليكم، وعيب عليكم أنكم تهضروا فيها، لأن المغرب لم يقصر معكم ولا سلاطين المغرب ولا ملوكهم، دائما كانوا يمدون يد العون إليكم. الحمد لله اللي جنبكم ملكي. لو كانت جنبكم كانت في المنطقة أو في المغرب رئيس لكان الدم إلى الركب. الحمد لله الملوك ديالنا عاقلين ونحمد الله ونشكر على ذلك. أما بالنسبة الاعتراف ديال فرنسا واللي نتوما خديتوا عليه وسحبتوا الرئيس، كان السفير ديالكم كان أولى لكم أن تسحبوه على مخلفات النووية اللي خلاتها فرنسا في الصحراء المغتصبة ديالنا اللي نتوما خديتوها باغتصاب. أولا تسحبوا الرئيس ديالكم على قبل الجماجم اللي هي محطوطة أزيد من 160 سنة في الرفوف الجزائرية. عمرنا ما شفنا شي ممثل جزائري يتكلم على ذلك. هل هذا بالنسبة لكم عيب أنكم تتكلموا على أن الجماجم والثوار ديالكم والشهداء اللي منهم الشريف بوبغلا
اللي مكتوب برقم، وعيب عليكم ذلك، وهذا هو المهانة، أن يكون الشريف بوبغلة اللي كان من الثوار ومات وسيفه في يده، أنكم تطالبوا بالبرنوس ديال عبد القادر، ولا تطالبون بجمجمة الشريف بوبغلة، تطالبون ببرنوس عبد القادر الذي باعكم في اتفاقية ديميشيل، وباعكم في اتفاقية تافنة، وباعكم ما بعد استسلامه إلى فرنسا، وعاش في قصر أمبواز، وعائلته كلها مدفونة في قصر أمبواز، وتم إيذاؤه قصر في دمشق، وعاش مكرما في قصر دمشق. وحتى في الجريدة الرسمية ديال سنة 1961 نمرو 33، جريدة رسمية فرنسية تقول على سنة 1865. تخيل معي الملايير كانت له تعطيه فرنسا هذه الشريعة. هل هناك مقاوم يأخذ من العدو راتب؟ عطاته أغلى وسام فرنسي، عطاته لعبد القادر. هل هذا جدير أن تقولوا عليه مؤسس الدولة الجزائرية؟ هذا من باع الجزائر، هذا من هدم الثورة، هذا يوم ما قامت مقاومة المقراني وصف بالمقراني بالخائن، وقال عليه أنه ضد البارئ ضد إرادة البارئ. هذا من قال على الحركة أنهم حماة الله، على الحركة الذين يتواجدون في الصفوف الفرنسيين حماة الله. فهمت؟ عيب عليكم أن تطالبون بذلك يا الأخ. شكرا أخ. شكرا لك. شكرا لك الأخ زيد.